جهزت لك مقالة ستمزق هذا القميص. أريني هذه المقالة. لا ما أريد، لازم تعطينا وعد. وعد بماذا؟ أن تمزق قميصك. لا والله. خلاص لا أقول لك. هذا القميص ذهب إلى روما، ذهبت أنت لروما؟ وحتى إذا ذهبت إلى روما يعني وعد الله حق يا سلطان. شوبنهاور ذهب إلى روما وذهب إلى فرنسا، كان عمره 15 عاما وكان عنده ملايين الدولارات. يعني شنو يعني أنت أذكى من شوبنهاور؟ لا. نعم. من هو شوبنهاور؟ هو فقط أنصف التاريخ. أنا لو ينصف تاريخ كتاباتي ممكن أكون أذكى وأفضل منه. أولا شوبنهاور هو في بطن أمه كان أبوه تاجر، لم يعمل أي شيء في الحياة مثلك صعلوك، ليل ونهار يعمل، فقير ابن فقير، يعمل ليل ونهار لكي يحصل على لقمة العيش. شوبنهاور لم يعمل أصلا، أبوه كان تاجرا، ورغم تجارته الضخمة قال للحياة اذهب إلى الجحيم. لا أريد أكمل لأن خاف ينحضر. تعرف والده كيف مات؟ أعرف. ودع الملاعب بنفسه. خلاص اعتزل، علق القميص. خلاص. اسمعني يا فلسفتي، اسمعني. أعدك أنا ورؤوس الأموال الذي لدي في هذا البث بأن نبطش بك، بأن نحطم غرورك. فلسفتي، سأدمرك، سأنهيك، وسأعيدك للفقر وسأعيدك للقاع. اسمعني، لكي تقول مقالتك فوز عليه. طالما لم تفوز وتنتصر عليه ممنوع مقالات. فاروق البارح دخل شخص علي فيلسوف عصره، قال سوف أرسل لك حوت. فعلا أرسل لي حوتا من حساب آخر، الحساب آخر على ما أعتقد الصداقات فاروق المغربي. فاروق المغربي حساب الصداقات. تتذكر أيوة. يوم أخبرتك أن كل أموالي للفقراء؟ بس دقيقة. أهلا سيمباوا، أهلا عمي وعم عيالي. نعم. دقيقة. أبو 3 نفر، هذا نفسه أبو 3 نفر نفسه؟ قال لا. قال لك أنا أرسلت لك أسدا اسمي 3 نفر. على الملكاوي. لا ذلك حسابي أقوم به بالخير، ذلك حسابي أفرح به اليتامى والجوع والمساكين. أي كذاب يا مؤمن، إذا تريد حوت نرسل لك حوت الآن. يلا. لا ولكن أنا اليوم دعمي منخفض، اصبر، إذا أتاني خير يأتيك حوت. والله إذا تحسن اقتصادي. هل تعرف البارحة ردت أسكر اللايف، جاء مدريدي أرسل لي $50 هيك، ما أعرف هيك غرفة. أهلا الملكاوي. وأرسل لي أيضا هذا الشخص فيلسوف عصره. أهلا يوسف، أهلا. اسمع، هاي الأموال تترعرع في بتي، تترعرع في بتي يا الفقير يا الحقير. اسمع، حتى لو أرسلوا لك كل أموال العالم ستبقى شكلك هيك، وستعيش فقيرا وستموت فقيرا. أما أنا حتى لو لم ينزل لي وردة سأبقى هيك، رجل متكبر عظيم فلسفي لا يؤمن إلا بأفكار الفلسفية، وسيسحقكم فردا فردا أيها البسطاء العقول. هل تعرف الفرق بيني وبينك يا فلسفتي؟ أنت ظاهرة سمعية صوتية، بينما فاروق المغربي ظاهرة قلبية. فأنت سيعرفك العالم، لكن سيعرفونك من هذه الفيديوهات. لا سيعرفني العالم، لكن سيعرفونني من كتاباتي، سيعرفونني مما سطرته أناملي. أنت ربما ستمتع الجماهير، لكني سأحرك قلوبها. ها هي رؤوس الأموال تؤمن بي، يوسف يضرب، سلطان يضرب، البت يترعرع بأموالهم. هل رأيت الأغنياء يخبرونني فاروق المغربي نحن نؤمن بك، أنت تستطيع وستحقق هدفك وتصل لأحلامك. هل نسيت تلك الليلة؟ هل نسيت تلك الليالي؟
إذا أنت كانت عندك ليلة مجد. ليلة واحدة يعني ب1000 ليلة. ليلة واحدة ب1000 ليلة. 15 جولة، وكلها 11. لا تكيس. أكثر من 13 جولة. 11 جولة. هل نسيت بربك؟ هل نسيت؟ حتى الداعم عبد الله يحفظه قال خلاص أنا أريد أن يذهب إلى النوم لأن الرجل تعب، فلذلك لم أرسل دعم لكي يفوز. يعني يا فلسفتي، تعيش على أجداد الماضي. تلوم العرب أننا نعيش على الماضي وتعيش على الماضي. أكبر متناقض رأيت في حياتي. أكبر متناقض. أنا ابن اليوم أعيش على الآن، أنا ابن الحاضر، وفي الحاضر أسحقك. في الحاضر مع المطانيخ مع الأغنياء. أتفق معك في هذه اللحظة، أتفق معك. أنا لا أؤمن بأن تؤمن في الماضي أو تعيش في الماضي. أنا من هنا أتفق معك، لا أعاند. لما شيء مؤمن به أقول أنا مؤمن به، وحتى لو هذا الشيء ضدي. هذا هو نظام فلسفتي العظيم يا بسيط العقل. المعلم، لما صرت تصغر؟ لما السهر؟ الله. الآن أقرأ لك المقالة بدون أن تفعل شيء. حبيت تعرف فلسفتي من عشاق الأسئلة. تم. خلاص الآن أقرأ لك مقالة دون أن تفعل شيء. فيلسوف عصره، أنت كبير، وصل كبيرهم. اقرأ لنا مقالة. بس دقيقة. فيلسوف عصره، أنت أبو 3 نفر. بس أريد أفتهم، أنت أبو 3 نفر ولا شخص آخر؟ فاروق لا يعطينا الإجابة. يا أخي أعطينا المقالات، عبتنا أدبتنا. قلت لي لماذا تسهر؟ المقالة لم أجلب المقالة من كتاب شوبنهاور أو نيتشه أو ماركس. أيوة نفسه. أيوة نفسه حبيبي، شكرا. اسمع المقالة يا فاروق المغربي. قال لي أحد البسطاء العقول: من الذي يدعم المشاهير التيك توك الساعة 2 في منتصف الليل؟ وهل هناك عاقل يرمي أمواله لهؤلاء المشاهير؟ أنا شخصيا صدقت بكلامه، ولكن عندما جربت بنفسي انصدمت وانبهرت. الفكرة هنا يا صديقي، يا قارئ العزيز، يا مستمع العزيز، يا فاروق المغربي، الفكرة هنا هناك ناس بهذا العالم أنت لا تفهمهم، يرمون أموالهم لمن يحبون لا لمن يحتاج، لمن يعطيهم المتعة لا لمن يعلمهم، لمن يسعدهم لا لمن يتكلم عن الحقيقة. أفضل وأعظم من تكلم في سيكولوجية الداعمين، أفضل من شرح العطاء، أفضل من تكلم في الكرم. لا 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 لا. ما الذي يجري هنا؟ أريد أن أشق قميصي، أريد أن أشق قميصي، ولكن هذا القميص عزيز علي. لا 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 لا. إنك فعلا للمعلم. هذه مقالة عبقرية، هذه مقالة عبقرية. بربك لا لا لا. بربك، ألا تفكر بأن هذا الأرض كيف تتحمل هذه المقالة؟ ولماذا لا تقع هذا السقف، هذا الحيطان، هذا الجدران؟ لماذا لا تزلزل؟ لماذا لا يزلزل قبور الفلاسفة هذه المقالة؟ بربك. هل تعرف أكثر ما أتفق معك فيه وفكرة أن الناس تعطي لمن تحب ليس لمن يحتاج؟ لهذا استجد بثوث كثيرة تسول من فضلكم أرجوكم ليس لدي أنا كذا كذا، ولا أحد يعطيهم وجه. أو ماسك الورقة هيك، محتاج وردة، ارسل لي وردة هيك، صح؟ أيوة.
الناس تحب أن تحصل على المقابل. أحيانا هذا المقابل قد يكون مجرد ابتسامة، أنت جعلته يبتسم، أخبرك أن تأخذ، أنت غيرت يومي، غيرت مزاجي. الناس لا تحب من يشعل فيها الدراما، لأن المحتاج يريد أن يزعزع عاطفته، بينما البشر خصوصا من يمتلك المال لا يحب هو أن تخاطبه بالعاطفة، خاطبه بأسلوب آخر. جميل. والآن أنت تعرف، ذهبت إلى أوروبا، وحتى اللي لم يذهب إلى أوروبا يعرف تمام المعرفة في الغرب. أنا ليش دائما أعجب الغرب فاروق؟ ما في شيء يقول لك في سبيل الله في سبيل الله، ما في هيك. نحن في بلداننا تجلس في المطعم في المقهى، يعني خلال نصف ساعة 10 أشخاص يأتون في سبيل الله، الله يوفقك، عندي عملية، محتاج ابني، محتاج أمي. أخي هذا شيء جدا إزعاج. بينما التسول بس دقيقة، بينما التسول في بلدان الغرب ستجد بنت ترقص أو الرجل يأتي موسيقى يعزف كمان، أي شيء، عود، أي شيء، بالمقابل تعطيها شيء وبإرادتك أنت، بإرادتك، مش يطلب منك. فالداعمين أصل المقالة شو؟ الداعمين مش يعطون للمحتاج أو لمن يتكلم بالحقيقة أو لمن يعلمهم، لا، داعم يريد أن يستمتع، يريد أن يرى الشخص يبتسم، يضحك، يتحرك، كوميدي. يا المعلم. فلهذا تجد أشخاص أغنياء جالسين مثلا في منتصف الليل، 1 2 3 صباحا، يشاهدون البثوث ويرسلون أموالهم. وجربت هذا عندما جربت هذا بنفسي، لم أعد أصدق بهذا الكلام. من سيرسل لك دعم في منتصف 1 في منتصف الليل أو 2 في منتصف الليل؟ لا، هناك ناس أغنياء تجار جالسين الآن حتى الصباح يسهرون، يحبون السهر أصلا. شو رأيك؟ يا رجل، هل تعرف هذا يوسف الذي دعمني؟ هذا مدير شركة. ها أنت ترى، ها هو يدعمني، هذا مدير شركة. أبو 3 نفر عنده بيزنس في أمريكا. هناك ناس، كيف أشرح لك، أوضاعهم جيدة. صاحب شركة ليس مدير شركة، يعني صاحب الشركة بنفسها. هل رأيت نخبة القوم يا رجل تحيط بنا؟ تعبنا من الفقراء، رائحة الفقر تفوح منهم. هناك فيلم كوري أنصحكم بمشاهدته اسمه بارازايت، يتحدث عن الفقر وعن رائحة الفقر أنا أكره الفقر وأكره الفقراء، أنا أكثر من يكره الفقر ويكره الفقراء. لما؟ لأني أرى، أتمنى لا يوجد فقر في العالم، أتمنى أن ينتهي الفقر من العالم. أسوأ ابتلاء قد يبتلى به الإنسان هو أن يكون فقير. أهلا سلطان، أهلا سلطان، شكرا لك سلطان. أسوأ ما قد يحصل لك وأن تولد فقير. هل تعرف لماذا؟ بس يلا كمل فكرتك. أنا يقول لي الناس أجمل الناس هم الفقراء، أنا أراهم أبشع الناس. طيب، هل تعلم هذا الشخص يوسف اسمه، قلت له أنه صاحب شركة، هل تعلم الأغنياء من يمشي أعمالهم هم الفقراء؟ أهلا أبو يوسف، أهلا أبو يوسف، أهلا أبو يوسف. لم تسألني. أهلا أبو يوسف، لم تسألني لما أكره الفقراء. لما؟ لأنني كنت منهم لفترة طويلة جدا. الفقر يفسد الأخلاق. عندما كنت فقير كنت حقود، كنت حسود، كنت أناني، لم أكن أساعد أحد ولم أكن أهتم بأي أحد، كنت في أسوأ وأدنى مستوى أخلاقي لي. عندما تحسنت وضعيتي نظرتي للعالم تغيرت، تخلصت من أنانيتي، تخلصت من كل تلك السلبية التي أحمل. فالفقر بنسبة كبيرة يفسد أخلاقك، الفقر بنسبة كبيرة يجعلك انتهازي،
يجعلك استغلالي، يجعلك تسعى للنجاة فقط ولو على حساب الآخرين. هذا هو السبب. ويجعلك تكون متخلف ومتعصب أكثر وسلبي. لا يوجد لديك ذلك الأمل في الحياة، وخطاباتك كلها خطابات سلبية. لما نكره الفقراء؟ في كراهيتي لهم قمة الحب، لأني لا أرغب بأن أراهم بتلك الوضعية، لأنني أرغب بأن أراهم يخرجون كل إمكانياتهم، لأن من وسط هؤلاء الفقراء هناك إمكانيات عظيمة جدا. هذه الناس تحتاج فقط إلى أن تصعد قليلا للطبقة المتوسطة وسترى إبداعها. سترى كما أنهم ناس طيبون سيخدمون سيفيدون المجتمع أكثر بكثير. سترى أن منهم من يمكن أن يصير دكتور ومهندس ومفكر ومبدع، ولكنه لا زال عالق في دائرة من الرغبات الأساسية، الرغبة بالأكل، الرغبة بالنجاة. فالإنسان الذي عنده الرغبة بالنجاة لا عليك كيف سوف يبدع ويخرج من دائرته هو. بهذا الفقر خطيئة وليس خطيئة الفقراء. لا، الفقر ليس خطيئة الفقراء، هم ولدوا في ذلك النظام، ولدوا في ذلك. الفقر خطيئة من في القمة. هذه هي سنة الحياة، يعني لابد أن يكون أغنياء وهناك متوسطين، يعني ولابد أن يكون هناك فقراء درجة الأولى ثانية وهناك أغنياء من درجة الأولى وثانية. أكيد هذه هي سنة الحياة. فقر اليوم يختلف عن فقر الماضي. اليوم زائدة الرغبات. فقر اليوم مختلف مليون مرة عن الفقر قبل 1000 سنة أو الفقر قبل 2000 سنة. مش الفقر، كل شيء اليوم اختلف، حتى الدراسة، حتى العلم، حتى الدين، حتى الطعام، كل شيء اختلفت. كل شيء. الناس سابقا لم تكن ترى حياة الأغنياء. الآن حتى الفقير لديه هاتف ويرى حياة الأغنياء. الناس سابقا لم يكن ذلك الوعي النفسي العالي. الآن تجده فقير وعنده وعي بفقره. لم يكن هناك وعي بالفقر سابقا. لهذا الفقر اليوم أسوأ مليون مرة. بالنسبة لي الفقر خطيئة. هم في المسيحية وضعوا الخطايا السبع المميتة. أنا أرى ثامن هذه الخطايا هو خطيئة الفقر وخطيئة الحاجة، وهو ما يجب علينا أن نسعى للقضاء عليه، وما يجب علينا أن نحاول كمجتمعات أن نجد حله، والحلول موجودة. حلول موجودة لجميع الفقراء؟ لا، مهما حدث لابد أن يكون هناك فقراء وهناك أغنياء. الفقر فيه وفيه. هناك الفقر المدقع، ناس تعيش على أقل من $2 في اليوم. الفقر فيه وفيه. هناك ناس إذا مرضت لا تستطيع الذهاب للمستشفى، لا تستطيع توفير حتى ثمن زيارة طبيب. هذا هو الفقر الذي يجب أن نقضي عليه. لك ناس تأكل وجبة في اليوم، تتذوق لذلك الغرب تخلصوا من هذه منذ فترة طويلة. ما في أوروبا كلها ما في شخص إذا مريض لا يستطيع زيارة الطبيب. الحقوق في أوروبا هي الأحلام عندنا، هذه هي المصيبة الكبرى. فنحن حلمنا هو أن نعمل. طيب أنا شفت يا صديقي العمل حلم. فاروق، أنا رأيت هناك بعض الناس، يعني أنت تعرف اليوم من خلال التليفون نعرف كل شيء في أوروبا. كثير من الناس أنا شخصيا أعرفهم حتى لما يذهبون إلى أوروبا يحصلون على الإقامة سيبقى نفس الجهل، نفس التخلف، نفس الحقد في داخلهم. برأيك لماذا؟ طبع يغلب التطبع، لأن تلك طبائعهم، هم ولدوا هكذا، هذه طبيعة شخصيته. لا يمكن لطبيعة الإنسان أن تتغير مهما كان. يعني نرجع طبيعة كلما تعلمته منذ أول 10 سنوات في حياتك سيكررها طوال الحياة؟ نعم. الطفولة هي التي تحدد كل شيء. يعني في هذه الحالة إذا شخص عنده أب وأم متخلفين أو جاهل الأبوين
يعني ماذا سيحدث يعني بعد 10 سنوات؟ يعني معقولة؟ لا، أنا ما أؤمن بهذه الفكرة. ممكن إنسان يشتغل على نفسه. اسمعني، قد لا يكون والدك متعلما ولكنهما واعيان. هناك فرق بين العلم والتعلم وبين الوعي. والمشكلة التي عندنا، الأزمة التي عندنا هي أزمة وعي. الناس غير واعية. أعتقد أن كل شيء يدور حول الوعي، والله أعلم. بس فاروق، بيئة جدا مهمة. يعني شخص اتخيل عمره 20 سنة يذهب، أنا شخصيا أعرف شخص عمره 20 سنة ذهب من العراق إلى أوروبا، الآن عمره 50 سنة، يعني 30 سنة في أوروبا. معقولة لم يتعلم سوى اللبس؟ يعني عندما تتكلم معه أفكاره جدا قديمة متخلفة. 30 سنة، يعني كم سنة تريد؟ كم سنة تريد؟ هناك من لا يندمج مثلي أنا مثلا، لا أندمج مع المجتمع البولندي. صعب أن أحصل على طبائعهم. أنا عازل نفسي، فقد يكون هذا يعمل فقط مع العرب وفي بيئة فيها العرب فقط، لأن هذه الأشياء تحصل. أنت شخصيتك واحد. أنت لو حتى كنت في السعودية، في العراق، في مصر، في أي دولة، أنت إنسان منعزل وتريد لا تختلط، تريد أن تبقى لوحدك، تريد أن تشو. يا أخي البشر مزعجين، ماذا أفعل؟ المشكلة منهم ليست مني. البشر مزعجين. كيف كانت طفولتك أو المراهقة؟ عادية. يعني كنت تختلط مع الأولاد، تلعب طوبة، تلعب كرة القدم في الزقاق؟ نعم، دائما موجود معهم. ومنذ كم سنة أنت تحب العجلة؟ آخر 4 سنوات تقريبا. خلاص، هذا نتيجة الوعي. أنا أيضا مثلك. أنا أيضا قبل 5 سنة 10 سنة كنت إنسان عادي جدا، اجتماعي وأزور ويزورونني وكنت ألعب وأطلع. لكن منذ تقريبا 10 سنوات، لا أحب أختلط، لا أحب أقترب، لا أحب يزورني أحد، لا أحب أزور أحد إلا لأمور ضرورية. هاي مسألة الوعي فاروق. كلما ازداد الوعي إنسان يحب أن يجلس لوحده ويفكر أو يرتاح مع نفسه أكثر من أي شخص آخر، لأن لا وقت لديه للأمور سطحية، سيارتك، زوجتك، مالك، ما أعرف لأن أغلب أنا الناس في وحدتي أنتج، هذا هو السبب. وكل المبدعين في الوحدة ينتجون. يا رجل، أنا إذا كان مثلا معي أصدقاء وغيرها وأخرج معهم لن أفتح البيت. قبل 3 أيام أو قبل أسبوع كان شخص معك، قلت هذا صديقي، كان من بسطاء العقول. شو فيلم هذا؟ لا أعرف، لكن أنا عندما يكون حولي الآخرون وعندما أحيط نفسي بالناس وعندما أنسى نفسي في مشاكلهم، أنا ما تعرف مشكلتي الكبرى، أتعاطف أكثر من اللازم، أتعاطف مع الآخرين أكثر من ما يجب. أنا أبو GPA، حتى تنسى نفسك، الأعذار حتى أنسى نفسي. أنا أبتعد عن الآخرين لأني أصير أحبهم أكثر مما أحب نفسي، أريد لهم الخير أكثر مما أريده لنفسي، أضحي لأجلهم أكثر مما أضحي لنفسي. فمع الوقت هذا يصير يؤلمني، مع الوقت هذا يصير يؤذيني. فطورت آلية دفاع أن أبقى وحدي، طورت آلية دفاع أن أعزل نفسي لكي يعني لا يؤذوني هكذا ولا أؤذي نفسي. كل يوم تخرج من المنزل؟ كل يوم؟ ضروري، كل يوم عندي نصف ساعة إلى ساعة مشي. وبعد ذلك؟ الجو هنا بارد، أين ستخرج؟ المتنزهات، حدائق عامة لا تذهب؟ متعتي أنا هي أن أجلس في غرفتي وأن أشغل لي بودكاست وأبقى أستمع له، أسافر العالم عبر هاتفي. الحدائق وغيرها لا تناسبني. أنا أحتاج إلى حبيبة أذهب أنا وهي في مواعيد رومانسية، أما أنا وحدي أذهب لا. أنا أحتاج إلى امرأة أذهب أنا وهي للسينما نشاهد الأفلام، أذهب أنا وهي للتزلج على الجليد،
أذهبنا وهي نرقص في قمة جبل ما، أذهبنا وهي نأكل البيتزا في مطعم إيطالي راقي، أذهبنا وهي للحفل الموسيقي نستمع إلى الموسيقى ونحضر إلى المعزوفات، أذهب شاهدنا وهي فيلم كيميتسو نو يايبا الجديد. هذا ما أحتاجه. أما أنا وحدي تعبت من وحدتي ومللت من وحدتي أين سبيل؟ فهمتني؟ جميل. دعني حتى تأتي زوجة المستقبل وأذهب أنا وهي للحدائق وغيرها، ما وأنا الآن وحدي لا. فاروق، هل تخاف يتكرر معك تلك الصدفة، الشخص الذي تعرضت للعنصرية أمامه؟ لا يهمنا، أتقبل أن البشر عنصريين. فاروق، رأيت الإنذار في بولند، صافرة الإنذار. كنا سنموت إذا كنا سنموت. ولماذا لم تعد إلى مغرب أو تذهب إلى بلد آخر؟ وأنا مرتاح هنا، لما سأذهب لمكان آخر؟ أها، لأن مرتاح. صفارات الإنذار. ولو عادي، إذا كنت سأموت بسبب الحرب فسأموت بسبب الحرب، لن يتغير شيء. أنا مستمتع. هذا ليس بلدك وبإمكانك أن تذهب إلى بلد آخر. وأنا مرتاح هنا، لما سأذهب لمكان آخر؟ أجد راحتي هنا، لما سأذهب لمكان آخر؟ لما تريد أن تقيدني بمكان وبقعة جغرافية معينة؟ قصدي الحرب، يعني إذا بدأت الحرب بين روسيا وبولند. وحتى تبدأ، لما سأضع احتمال بدء الحرب وأفكر في الحرب وهي لم تبدأ بعد؟ لما سأخاف من شيء لم يبدأ بعد؟ لما سأقول هم شيء قد لا يحدث؟ والله صحيح. إذا حصلت الحرب أتعايش بعدها مع مشكلة الحرب. أنا همي الآن، حلمي الآن هو الأموال. هدفي الآن هو جمع الأموال، هدفي الآن هو الدعم، هدفي الآن هو أن تعوي الذئاب في بتي. فلسفتي، لو قالوا لك اختصر لنا الحياة في جملة، كيف ستختصرها؟ الحياة كبيرة، لا يمكن نختصرها بجملة، لكن أنا أرى يعني لو قالوا لي في يدك اليمنى الحقيقة الكاملة وفي يدك اليسرى بحث عن الحقيقة، سأختار اليسرى. لا 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 لا، تبا لك وللحياة وللحقيقة، تبا لك وللحياة وللحقيقة. عاشت الحيتان، عاشت الحيتان، عاشت الأموال. فيصل عمي وعم عيالي، وعاد فيها حقيقة، وعاد فيها حقيقة، أي فاكين حقيقة. انظر إلى الأوضاع الاقتصادية كيف تزدهر، انظر إلى اقتصادي كيف يرتفع، يا الفقير يا الحقير. انسى وانت الطبقة الكادحة تعطي رأيك، الطبقة الكادحة تعطي رأيك، وفر رأيك في جيبك. أنا الغني الذي سأعطي رأيي. يلا تعطينا رأي. شكرا فيصل، شكرا فيصل. لو قالوا لي أن ألخص الحياة في جملة، أيوة، تستحق العيش، تجربة تستحق الخوض. ما أصدق بكلامك. لأن هذه الحياة، في نهاية المطاف أنت مصيرك إلى العدم. يعني لماذا نأتي إلى هذه الحياة؟ لماذا نأتي نتألم ونتعذب وثم نموت ولا شيء آخر؟ هذه يعني لعبة. يعني ما أنا مسلم، أؤمن بأن الروح خالدة، أؤمن بأنني إذا عشت بالطريقة الصحيحة الله عز وجل سيكتب لي جنات الخلد. أنا لا أؤمن بأني سأذهب للعدم، ولا أؤمن بالعدم. هذا إيمانك أنت. أنا أؤمن بأن هذه الحياة هي البداية فقط. أنا أؤمن بأن هذه الحياة هي البداية لما هو أجمل. وأعطيك شيء آخر، لما تقول أن لا معنى لشيء؟ لأنك بالنهاية ستموت. بالعكس، الموت هو ما يعطي المعنى لكل شيء، لأنك بالنهاية ستموت
عليك ان تجرب اكبر قدر من الامور. بالنهايه ستموت. لا، شوف انت وابوك وجدك الرابع لم يجربوا مثل ما جرب شوبنهاور. انت وابوك وجدك الخامس لم يخوضوا التجارب مثل ما جرب شوبنهاور. وشوبنهاور هو سقف الحياه لديك. وصل الى مراحل متقدمه في هذا المجال، ولا تستطيع ان تقرا وتفهم الى اين وصل هذا الرجل. يعني حسنا، ساخبرك بشيء. انا اؤمن بان الحياه عباره عن طريقين: طريق الرجال العاديين وطريق الرجال الغير عاديين. خلينا نصعد السيف، خلينا نصعد السيف مغالطه دقيقه. حسنا، يلا ايه كمل فكرتك. طريق الرجال العاديين هو طريق معروف، خاضوه من قبلنا، واتباع هذا الطريق يعني ان نمشي على خطوات من قبلنا. سيف انتظرك، ارسل لي. سيف انتظرك. كمل. فد 10 دقائق. ها 10 دقائق. انت قلت انا قادم. اني ربي يهديك ان شاء الله.